زي ما اتكلمنا قبل القرعه مهيب، عندهم القدره على حسم المباريات. ريال مدريد بطل الشامبيونز ليج مرتين، عنده خبرات كبيره جدا، عنده شخصيه بطل، عنده كاريزمة فريق حاصل على البطولة مرتين وبيحاول يعمل رقم قياسي بالحصول على البطولة للمرة الثالثة. باريس سان جيرمان فريق متكامل حاليا، بيمتلك عناصر في خط الهجوم. يعني اعتقد انه افضل ثلاثي هجومي في اوروبا موجود حاليا هو الثلاثي اللي في باريس سان جيرمان، كافاني، مبابي ونيمار. عندهم القدرة على حسم المباريات بشكل قوي جدا. انما ريال مدريد هيكون خصم صعب على باريس. درس البايرن لباريس سان جيرمان هيكون حافز لفريق البايرن. مباراة صعب التوقع جدا بنتيجتها. يعني باريس عنده أفضلية ان المباراة الذهاب خارج ملعبه، انما الريال بيجيد اللعب خارج ملعبه بشكل مهم. صعب التوقع بيهم. مباراة برشلونة تشيلسي في أفضلية كبيرة لبرشلونة بوجود ميسي، بامكانيات برشلونة الهجوميه. تشيلسي في وضع غير متزن، وانما على شهر فبراير مش عارفين الامور هتكون عامله ازاي، الفرق مستعده ازاي، صحيح. حالتها البدنيه والفنيه عامله ازاي. يوفي وتوتنهام مباراه متكافئه، انا شايف الافضليه فيها لمصلحه يوفي، لانه يعني عنده الخبره وعنده الشخصيه اكتر من توتنهام، الشخصيه الاوروبيه. البايرن بشكتاش برضو مش محسومه لفريق البايرن. بشكتاش عنده خبرات يا كابتن طارق كويسه جدا، لاعبين جيدين، عندهم الروح، عندهم الحماس اللي موجود بين الجماهير التركيه والالمانيه. مباراه العوده هتكون في تركيا، فمباراه صعبه برضو، مش صحيح. مباراه سهله للبايرن. برشلونه وتشيلسي بصراحه انا اقول الوقت الحاضر اسبقيه لتشيلسي، لان برشلونه القوه نتاعو في السنوات الاخيره هو الهجوم. اليوم ما عندوش هجوم قوي، الوحيد اللي قدم في مستوى جيد هو ميسي. ونعرف ان تشيلسي عنده دفاع قوي ووسط الميدان قوي بقياده باكايوكو وكونتي. ولهنا مشكله برشلونه انه ما عندوش حلول عديده من الناحيه الهجوميه. ممكن رجوع ديمبلي، ممكن لازم يتحسن اداء سواريز باش يلقى الحل على مباراتين باش تكون صعبه على فريق برشلونه بصراحه. انا اعتقد يا كابتن كمان باكتمال برشلونه كمدافعين، رجوع فيرمايلن، رجوع اومتيتي من الاصابه، هيكون رجع بيكيه موجود، بوجود تير شتيجن، بوجود ديمبلي وعودته من الاصابه هيفرق في الشق الهجومي جدا. لان برضو من الحاجات اللي مأثره على برشلونه هجوميا غياب ديمبلي. بصراحه ما حدش قادر يعوض الغياب اللي غايبه دلوقتي. الكثير مش قادر، ورحيل نيمار قل كتير جدا برشلونه في الناحيه الهجوميه. بالمناسبه كابتن طارق، يعني مباراه تشيلسي وبرشلونه اخر مواجهه رسميه بينهما كانت في نصف نهائي العام 2012. تشيلسي كان فاز على برشلونه بهدف لا شيء. مباراه العوده في الكامب نو انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، ومن ثم تأهل تشيلسي للمباراه النهائيه وتوج باللقب في ذاك العام. بالنسبه لي انا تشيلسي يعني ذكرى لا تنسى عندما يواجه برشلونه. تشيلسي لو تاخذ ثلاثة خطوط متكامل أكثر من فريق البارسا دفاعه مازال فيه أخطاء، وسط الميدان ليس بالوسط الميدان القوي، هجوم تراجع على مستواه، ما عادش عنده حلول عديدة إلا اللاعب ميسي الوقت الحاضر اللي يمر فترة مميزة وسجل 15 أو 14 هدف. سواريز مش في أحسن حالاته، ولهنا المشكلة، لأن مباراة الشامبيونز ليج ومباراة أخرى على الدوري هذا المستوى العالي وخروج المهزوم، ولهذا على مباراتين بصراحة البارسا لازم تحسن الاداء نتاعو، اولا في الدفاع ممكن برجوع نتاعو لازم، ووسط الميدان، لانه الوقت الحاضر المدرب ما لقاش وسط الميدان، كل اسبوع تغييرات في وسط الميدان. ثم الهجوم، اذا تحب تفوز في الشامبيونز ليج لازم تسجل اهداف. ولهذا نقول الوقت الحاضر على الورق فريق تشيلسي افضل، لكن ننتظر من هنا شهرين ممكن تغير الامور. ريال مدريد عنده عديد من المصابين، ممكن يسترجع كل امكانياته، ثم لازم يوصل اللاعبين الى مستوى عالي، لان المشكله الوقت الحاضر في ريال مدريد تفاوت في الامكانيات. هناك لاعبين وصلوا الى مستوى كبير، وهناك لاعبين ما زالوا ما تحسنش الاداء نتاعهم. لكن الشيء الممتاز فريق ريال مدريد عنده مجموعه مميزه، عنده دكه تحتيه، عنده لاعبين شبان، سيبايوس، اسانسيو، ايسكو، لاعبين يقدموا في مستوى جيد. المباراه الاخيره ممكن يوصل الى مستواه
في شهر مارس. المباراه الاخيره كمان يا كابتن طارق، اضافه لكلامك على ريال مدريد، خبزة هتغير وجهه نظر زيدان في البدلاء، لانه من بدايه الموسم مش زي الموسم اللي فات، كان بيعتمد على دكه البدلاء، كان بيعتمد على تدوير كتير، انما الموسم ده مش زي الموسم اللي فات، معتمد على مجموعه معينه، وده اثر في اداء ريال مدريد، خلى فيه اصابات كتير، خلى فيه غيابات عن الفريق. انما مباراه اشبيليه والفوز ب5 اهداف بدخول اسينسيو تاني للمجموعه ودخول فاسكيز هيدي فرصه للاعبين دول المباريات اللي جايه. الريال اعتقد هيبقى مختلف على مباراه باريس، المباراه هتكون صعبه جدا على الفريقين. باريس سان جيرمان لازم يتطور، وهي ايضا كابتن طارق على ما يبدو اختبار دفاعات كلا الفريقين، يعني أن لو ننظر الى خط هجوم وتركيبه الخط الهجوم بالنسبه لباريس سان جيرمان افضل، يعني افضل معدل تهديفي 25 هدف وهو رقم قياسي. لو ننظر ايضا الى خط هجوم ريال مدريد مع دفاع باريس سان جيرمان، فيبدو انه سيكون هنا صراع الهجوم والدفاع واختبارات حقيقيه في الافق لكلا الفريقين. نقول لما فرق كبيره تقابل مع بعضها الاداء الدفاعي اللي يعمل الفارق. لماذا؟ لأنك تلعب ضد مهاجمين كبار، الفريق اللي يصمد يلقى الحل. لو باريس سان جيرمان صمد في الدفاع عنده إمكانية لأنه عنده هجوم قوي، لو صمد دفاع فريق الريال عنده هجوم قوي.